اوعى تتحدى اهل حائل في الكرم عشان هتكون خسران. النهارده انا في حائل مع اخويا محمد الحربي، وصمم ياخدني معاه من الرياض وهو راجع حائل، وسافرنا سوا ووصلنا بالليل لقيناهم شابين النار ومنتظريننا بكرم. صحينا الصبح رحنا مكان هتحس فيه انك في متحف قديم، وفطرنا جريش وقرصان وهريس وجبيبه اللي هي ورق العنب بس مدوره من الصوابع، وكان اول مره اجربهم وبجد كانوا حلوين قوي. الاكلات الشعبيه السعوديه طلعت جميله جدا. وبعدها كان منتظرني الشيخ عبد الله الشامري، وتقريبا كل اهل حائل عارفينه، فاتح بيته من الصبح لكل الناس. تروح تلاقيه شاب النار ومجهز الفطار وبيطحن القهوه السعوديه، وطول ما انت جالس قهوه سعوديه شاي كرك تمر، وبجد انت هتدخل وتطلع شايف كميه كرم وجود ود كأن الناس تعرفك من سنين. وهناك اتعرفنا على اخونا شويك الشويك، ووداني متحف السرور. والمتحف ده شخص من اهل حائل هو اللي عامله ومصممه، وبيحكي عن كل تفصيله الحياه الحاضر في حائل من 80 سنه. المتحف جميل واستمتعت فيه جدا، والدخول مجاني. ومن هناك طلعنا على مكان الحرف اليدويه، وشفنا ازاي بيعملوا الدلال والمباخر وازاي بيلمعوها.